كل يوم الصبح واحنا على الفطار بننزل نجيب طعمية وفول والبتنجان اللي قدامكم ده بدفع فيه 10 جنيه، وهو مقاس قد كف الايد، حاجة كده بسيطة جدا. وبصراحة بيبقى طعمه يجنن وريحته تجنن، ولازم بجيبه كل يوم من حلاوته. فقررت ادعبس ورا الموضوع واعرف طريقته واعملها بالظبط. انا مين؟ فاروق. يلا بسرعة بقى اقول لكم الطريقة الخبيثة بتاعة المطاعم. هتجيبي اي نوع بتنجان، سواء الرومي بقى او الصغير بتاع المحشي. هنقطعه رفيع جدا ونقطعه ونحط عليه شوية ملح، بعد كده نقليه ونطلعه. هاتي بقى صينيه، حطي فيها معلقتين زيت ومعلقه توم، قطعي طماطم وبصل وفلفل وسيبيهم كده يتسبكوا، وعليهم معلقتين خل ومعاهم نص كوبايه ميه. هنحط عليهم توابل ملح فلفل كمون وكزبره وشطه وبابريكا. سيبيهم يتسبكوا كده 5 دقايق 7 دقايق كده على النار. ومجرد ما يتسبكوا زي ما انت شايفاهم كده، اقفلي النار عليهم ونزلي فيهم البدنجان وسيبيهم يسقعوا كده. هتاكلي احلى بتنجان بندفع فيه فلوس قد كده في المطعم. انا ما مش بقول ده رزقهم عادي، بس انا هعمله في البيت وهاكله وبكميه كبيره وبنفس السعر. وصفاتي ما بتخلص. عايزين وصفات ايه تاني؟ اكتبولي في التعليقات، مستنياكم.